اهلا بكم فيديو جديد معاكم مارو. احنا النهارده هنعمل فيديو انا ازاي جيت امريكا. الفيديو هيبقى كله فيه اثاره ومواقف وحاجات كده بجد بجد هتعجبكم جدا. المهم هات كوبايه شاي، هات كوبايه عصير، تعالى كده اقعد اتفرج معايا كده واستمتع بالفيديو وليتس جيت ستارت. طيب قبل ما ابدا الفيديو كده واقول لكم انا ايه اللي حصل معايا، بليز دونت فورجيت، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتكتب تحت في الكومنت عايزين الفيديوهات الجايه تبقى عن ايه. طيب السؤال انا جيت امريكا ازاي؟ بصوا، هو الموضوع فيه سسبنس كده واثاره وحاجات ومواقف حدثت وحصلت كذا وعملت كذا وايه إيه كده. فخلينا نبدا كده من الاول خالص. طيب انا كنت عندي حوالي 20 سنه وشويه، تمام. انا لما كان عندي 20 سنه وشويه دي كنت لسه في ثانويه عامه، تمام. انا كان لسه داخل الجامعه اعتقد، ايوه لسه داخل الجامعه، تمام. وكان مطلوب مني ان انا اجيب شهاده قيد بقى ومش عارف ايه وحاجات زي كده. بس ايه الريزون؟ دي الحته اللي بقى الاول، ليه الريزون؟ نرجع بقى فلاش باك. اوكي، انا والدي شغال في السفاره الامريكيه، او كان شغال في السفاره الامريكيه في مصر. اي حد شغال في اي سفاره في مصر، اي نوع سفاره امريكيه يونانيه، يعني ايا كان نوع سفاره، تمام. لما بتشتغل في السفاره ديت اكتر من 20 سنه، تمام، بيجي لك الاميجريشن او الهجره، تمام. انت واولادك، ركز في الحته دي، اللي اقل من 21 سنه، تاني اللي اقل من 21 سنه. طيب فانا والدي كان اشتغل حوالي 20 سنه في السفاره الامريكيه، تمام. وكمان كنت انا 20 سنه وبوينت، ركز في الحته دي، 20 سنه كده وكم سنه، كم شهر كده، تمام. يعني من الاخر لو انا عديت ال 21 مش عارف اسافر امريكا. طيب كان ساعتها ناقص اسبوعين بس، تاني كان ناقص اسبوعين بس، تمام. واسمي ما يخشش في الكيس بتاعت السفر. كنت لسه داخل الجامعه وبحاول اجيب كيد بقى ومش عارف ايه وبتاع وكده، ويطلبوا مني ورقه تاجيل جيش 4 سنين ومن الجامعه وحوارات كده. فانا رحت وجبت الورقه عشان طلع تصريح سفر ومش عارف ايه وبتاع، وجات لنا الهجره، والله العظيم جات لنا الهجره قبل يوم عيد ميلادي بيوم. يعني اليوم اللي قبليه بالظبط كده جات لنا الموافقه ان عليا، يعني ان انا خدت الختم ان عمر هيسافر يعني، تمام. ليه؟ عشان انا كنت خلال الاسبوعين دول بحاول اجيب ورقه القيد اللي هي من الجامعه، وورقه بتخليني اجل جيشي 4 سنين، اللي هو ما انت لو في الثانويه عامه وما كملتش تعليمك بتخش جيش، صح؟ سنه 3 اي ثينك 3 سنين، تمام. فانا كان ساعتها لسه مخلص ثانويه عامه ولسه داخل جامعه، فالجامعه لسه بتعمل لك ورق، وانت عارف بقى ايه مش المصالح الحكوميه اللي هم بتوع الشؤون والكلام دول، بياخدوا 20,000 يوم ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ومش عارف ايه والحكايه والروايه، تمام. فلازم تجيب ورقه كيد، يعني ورقه الكيد دي عشان لو حد برده في سني وحاجه وعايز يسافر وعايز يفهم دي ايه بسرعه كده، بوينت بسيطه. ورقه الكيد دي بتجي من الجامعه، وورقه الكيد دي بتخليك متأجل لك الجيش، بدل ما انت كنت هتاخده بعد الثانويه، لا بعد الجامعه اللي هي بعد ال4 سنين. الورقه دي انا كنت عايزها عشان اجيب حاجه اسمها تصريح السفر، تمام. تصريح السفر دي بتجيبها من الهايك ستيب، من اي حاجه تبع الجيش يعني، تمام، على حسب انت عايش في منطقه ايه وبتسال وبتجيبها. المهم رحت طلعتها، والله العظيم طلعتها وخلصت كل اوراقي وخدت الختمه قبل سفري بيوم. طيب الاحداث بقى اللي جايه دي هي اللي تبقى صعبه. بص بقى، انا يا جماعه انا خلاص خدنا موضوع السفر وتمام، احنا هنسافر وجبنا التذاكر ومش عارف ايه وظبطنا حاجتنا، وانا كنت لسه داخل جامعه قلت خلاص مش فارقه معايا الجامعه، تمام، ومش عارف ايه وي وظبطنا حاجتنا انا واخواتي. طبعا انا عندي اخ كبير، طبعا ساعتها كان معدي 21 سنه، فده الوحيد اللي ما قدرش يسافر معانا للاسف. طيب ساعتها خلاص قررنا وسافرنا يعني، وخدنا شنطنا قصدي ومش عارف ايه ومتجهين الى امريكا، تمام. اللي هو الحلم بقى، انت رايح امريكا بقى، اللي هو انا مش مصدق، تمام. بص بقى الاثاره اللي حصلت معانا. اول حاجه وصلنا المطار، تمام. اول مره طبعا انا اسافر وركبت طياره، تفتيش بقى وحاجات زي كده. المهم وقفنا عند ضابط الجوازات. ضابط الجوازات بيسالك ايه ده، انت 21 سنه، فين وتصريح السفر بتاعك؟ هو وقف كده عند الباسبور بتاعي، والله عمري ما انساها يا جماعه بالحرف كده. وقف كده على الباسبور بتاعي، ختم كل الباسبورات، كان ناقص اخر باسبورين انا واخويا الصغير، بس لسه بيعمل كده. ف فين فين الباسبور، فين تصريح السفر بتاعك؟ عمل لي كده، تمام. فقلت له اهو.
خدوا مني كده، راح ختم لي، يعني عارف لحظه فاهمه انت قاعد مستنيها يعني. المهم ختم لي الباسبور، تمام. واتجهنا الى المانيا. اول ترانزيت لينا كان في المانيا. اتبهدلنا جامد في المانيا، ودي من ضمن العنصريات اللي حصلت معايا في حياتي كلها. احنا عرب، احنا جايين من افريقيا يعني، او كده من مصر. ليه قلت افريقيا؟ عشان احنا والناس كلهم اللي كانوا افريكان اللي هم السود، كلنا دخلنا من اتجاه لواحد يعني. كنا واقفين كده عند ضابط الجوازات ماشيين، يبص علينا اقف هناك اقف هناك اقف هناك، فكلنا عملنا كده، تمام. مع اني انا واهلي وقفنا كل واحد في طابوره، انت واحد كل واحد بمسبورك، مش بقى احنا عيله مع بعضينا داخلين، لا في الطابور بتقف بالترتيب، تمام. فانا كنت في صف، وابويا اصلا وامي واخواتي في صف تاني يعني، تمام، في هناك وبنختم الجوازات. فسبحان الله اتوقفنا كلنا، انا واخواتي كلنا اتوقفنا في نفس المكان، تمام، مع ناس تانية اللي هم كانوا كلهم افريكان، تمام. سبحان الله تحس ان هم عندهم تعليمات ان العرب او الافريكان او جايين من افريقيا مثلا لازم ايه يقفوا على جنب لسبب ما هحكيه يعني، تمام. المهم ايه كلنا طخ 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 طخ، تمام. فاللي هو ايه ده يعني، ايه ده مش فاهم. المهم وقفنا على جنب، اتاري ان احنا هنخش حاجه اسمها تفتيش خاص. الناس دول بيفتشوا تفتيش خاص. ايه هو التفتيش الخاص ده بقى يا جماعه؟ والله العظيم ثلاثه زي ما بقول لكم بحرف كده. دخلنا في نوع معين من السكانرز، تقف عليه كده تفتح ايدك ويبص عليك، تمام. وقلعنا الجزم والشباشب ومش عارف ايه واي مجوهرات وتفتيش الشنط وكل حاجه، حرفيا فصصونا كده، تمام. وفي الاخر عدونا، كان اخذت حوالي 3 ساعات اقسم بالله. دي من اكتر الحاجات العنصريه. ليه حصل كده؟ عشان هو انا بعد كده بعد كام سنه ما حدش عمل معايا كده خالص يعني. المهم وده حصل معانا، اللي هو ايه ده ماشي. المهم وصلنا المانيا بعديها يعني، خدنا من المانيا وصلنا بقى ايه امريكا، وكانت اكبر كنا طياره كبيره، ونزلنا امريكا ووصلنا في مطار لوس انجلوس كاليفورنيا، تمام. اول ما وصلنا المطار ونزلنا طبعا كان في حد مستقبلنا صاحب بابايا يعني، هو اللي جاب لنا الشقه وكده. ودي معلومه لازم نشوف حد يجيب لك شقه او فندق او اي حاجه تنزل عليها يعني. رحنا تمام ونزلنا، كانت بالنسبه لي بقى الصدمه، هي ايه ده؟ هو فين الامريكان؟ يعني ما عادش كنت بالنسبه لي حاسس ان امريكا كلها هم امريكان الوايت او الامريكان السود، هم دول ماشي. ما اعرفش ان في بقى هنود وفي باكستانز وفي ايشنز كتير وفي صينيين بقى وكل الجنسيات اللي انت تتخيلها، تمام. بس ده عندنا في مصر يعني، انت بتلاقي مصريين وواحد سوري، مصريين وواحد سوداني، فاهمني؟ هنا لا، هنا الموضوع حاجه في حاجه غريبه كانت بالنسبه لي، اللي هو في ايه، تمام. بعد كده بقى بدات اشوف بقى عربياتهم واتوبيساتهم والشوارع، اللي هو ايه ده، البلد شكلها غريب قوي، فاهمني؟ مش وحش، لا قصدي يعني شكلها غريب يعني، مش عيني مش متعوده على الشوارع دي والحياه دي يعني، فاهمني؟ فالمهم ركبنا مع صاحب بابا ده يعني، ورحنا المدينه اللي احنا قاعدين فيها، رحنا في الابارتمنت وكده. فدخلنا اقسم بالله، تمام، ما كانش في حاجه نقعد عليها، ما كانش في سراير، مش في اي حاجه. رحنا اشترينا عمري ما انسى مرتبتين 3 كده، تمام، وبطاطين عشان يعني ساعتها شتاء، وبطاطين بس، ونمنا على الارض، تمام. الاكل بقى كان في جيراننا مثلا عرب يدونا اكل مش عارف ايه، لسه جايين امريكا معانا فلوس بس لسه جايين، مش عارفين نشتري اصلا حاجه ولا عارفين اي حاجه ولا معانا عربيه ولا اي حاجه. وكان عشان نجيب اكل لازم حد يوصلنا يعني، لازم حد ياخدنا يوصلنا المطعم او السوبر ماركت نجيب حاجه ونيجي وكده. وانا ساعتها ما كنتش بتكلم انجلش نهائي، تمام، ولا اصلا دخلت جامعه ولا اي حاجه، فاهمني؟ تخيل الحياه صعبه ازاي اول ما بتيجي هنا يعني، دي اصعب فترات في حياتك، تمام. انا هوقف هنا ثواني واحكي لكم حاجه على الموضوع ده. انت كمهاجر جاي امريكا، تمام، لازم تعرف ان انت جامد جدا. تقول لي يعني ايه جامد جدا؟ عايزك تخلي حد امريكي او من جنسيه تانية تقول له يسافر بلدك. يعني انا هقول له واحد امريكي يسافر بلدي مصر، تمام، واقول له اتكلم عربي زيك، تمام، اتعلم الرولز والقوانين المصريه بتاعتنا، تمام، عدي امتحان الرخصه بتاعنا، تمام، اعمل بطاقتك وقف في المصالح الحكوميه بتاعتنا وبتاع، ووريني هتعمل كل ده وتتعلم مصري وتخش جامعات مصريه وكده في كام سنه. وريني انت هتعمل ده في كام سنه، تمام. معنى الكلام ده ايه؟ يعني انت كعربي رايح بلد يعني مهاجر ليها وكده، وبتبدا من تحت الصفر، انت مش بتبدا من الصفر، انت بتبدا من تحت الصفر، تمام. من اللي هو انت لسه بتدور على كنبه ولا كرسي تقعد عليه، فانت عامل معجزه، تمام. يعني اللي هو انت عملت شقتك،
تمام، بدات تدور على شغل، ما بتتكلمش انجلش، دخلت جامعه بقيت تتعلم انجلش الاول، بعد كده بعد ما تتعلم انجلش سنه كامله، تمام، بتبتدي تخش اصلا جامعه، تمام، وتبتدي تحاول تدور على شغل كويس، وتبتدي تكون بيت اهلك الاول، مش بيتك انت تتجوز فيه، لا بيت اهلك الاول انت عايش فيه دوت يتبني بقى، اللي هو بقى شاشات تلفزيونات، كمبيوتر، كنب، عفش، سراير، حاجات زي كده، تمام، وتحوش وتجيب عربيه واهلك يجيبوا عربيات وتفتحوا كريدت كاردز ومش عارف ايه، فاهمني؟ فقصص كبيره بتعملها كل ده وانت في بلد مش بلدك، وكمان تاني حاجه ما بتتكلمش اللغه بتاعتهم اصلا، فالموضوع بيبقى صعب في الاول، تمام. فانت حرفيا لو ما تحسش ان انت بقى ايه، لو انت بتتفرج عليا دوت رايح اوريدي او جات لك الفيزا او انت عايش هناك او بتفكر تروح، فكر بالطريقه دي، ما تقولش بقى يا لهوي وانا ليه كده، وانا ليه حياتي عامله كده، انت لسه جاي بلد، انت بتبدا من تحت الصفر، انت حتى مش بتبدا من الصفر، انت تحت الصفر، فدي مش حاجه تعيبك، انت كده معجزه، انت عامل معجزه، تمام. فالمهم بدأنا بقى نظبط الحاجه والبيت ومش عارف ايه، وبدأنا ناخد يعني ايه ستبات في الحياه في امريكا، تمام. بعد كده بدأنا نقدم في الجامعه، انا كاخواتي يعني لازم تقدم في الجامعه ولازم تتعلم انجلش تاني، لازم تتعلم انجلش، ما تقولش انا هتعلم انجلش كده خلاص، تعلم انجلش من حاجتين وانا عملت عليهم فيديو بس اقولهم بسرعه، واحد هي اتعلم انجلش في الجامعه، اتنين تاني اتعلم انجلش من الناس اللي انت بتشتغل معاهم، انا اتعلمت انجلش من الناس ومن الجامعه الاثنين مش من حاجه واحده، بتعلم انجلش من الناس، بتعلم انجلش من الجامعه، بتعلم انجلش من الاغاني، بتعلم انجلش من الافلام، بتعلم انجلش من كل الحاجات دي، بحيث ان انت تبقى خلاص بتعامل كل يوم في حياتك بالانجلش. هل الانجلش صعب؟ والله العظيم يا جماعه لا، انت لما مثال بصغير كده، انت لما بتتولد من بطن امك هل بتتكلم عربي او انجلش او الماني او اي حاجه؟ لا، ما بتتكلمش اي لغه، صح؟ بيعلموك اللغه، انت اعمل نفس الفكره كده بالظبط، انت جاي امريكا دي اعتبر انت لسه مولود، انا عملت كده، انا لسه مولود في امريكا، علموني انجلش من الاول، عايز اتعلم من الاي بي سي، ما عنديش مشكله، تمام، وتعلمت كل حاجه اكني انا لسه مولود في الدوله دي زي ما كني مولود هناك، تمام. فالموضوع سهل، هياخد منك سنه 2 3 4، خلاص الرابعه دي انت فاهم كل حاجه، الرابعه دي انت بتدرس كويس، فاهم كل حاجه، مش بيرفكت، ما بتتكلمش انجلش بيرفكت عارف كل الكلمات ولا لا، بس انت خلاص رابع سنه دي انا شايف ان انا كنت خلاص انا فاهم كل حاجه، بتعامل كل حاجه في الشغل، بسافر بروح، والناس اللي متابعاني هتشوفني انا بسافر كتير وبروح اماكن كتير وبتكلم حاجات كتير على امريكا، فده اتعلمته خلال 4 سنين والله العظيم. طيب فده الوقت البيرفكت اللي بقولك عليها. المهم بعد كده يعني بدانا ايه نخش الجامعات ونتعلم انجلش ونتعلم ايه في جامعات يعني اللي هو ايه التخصص اللي انت عايزه بقى، هندسه، دكتور، طبيب، سمكري، اللي انت حابه يعني بتخش هنا في امريكا، تمام. بعد كده بقى خلال الفتره دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بندور على بقى عربيات، ايه انت لسه مش معاك كريدت، فانت تعمل ايه؟ تشوف حد من صحابك مع عربيه زياده، تمام، تشوف حد تاجر منه عربيه مش تشتري، عشان انت برضه لسه معكش كريدت، دي الحاجه الوحيده. او بيكون تشتغل شويه وانت بتشتغل يعني وانت بتشتغل روح جاي من الشغل باوبر، تحاول تحوش 1000 2000 وهات لك عربيه. عارف ان العربيات اللي في امريكا غاليه جدا دلوقتي، وانا عملت حوالي 20 فيديو عن العربيات، اسعارها يعني دلوقتي بقى اقل عربيه مش اقل من 10000 دولار، بس ب 2000 دولار دي هتجيب لك عربيه شقيانه يعني تعبانه، خلاص عربيه يعني 100 وحاجه 1000 مايل ولا حاجه، بس هتمشيك في الاول، تمام. بعد سنه تكون انت بنيت الكريدت سكور بتاعك، تمام، والكريدت بتاعك تقدر تجيب عربيات باللي انت عايزها، يعني تكون عربيتك كويسه وتشيلك وتوديك وتجيبك. المهم انا بحب اقول كل خطوه بعملها وبرده اشرح حاجه صغيره، وانا برده شرحت عليها كام فيديو قبل كده يعني. طيب بعد ما بتجيب العربيه، تمام، تبتدي بقى ايه تقعد كده وترستق حياتك في امريكا. دول بياخد منك او خد منا ادينا قد ايه؟ خدنا منا حوالي اول 3 سنين، يعني انت اعتبر كده ان انت اول 3 سنين دي، او هو المفروض اول 5، كله بيقول لك اول 5 سنين هي اول 5 سنين بترستق فيهم امورك، مش بتحوش بقى وبتفتح بيزنس وكده، اول 5 سنين دي انت واحد لسه بتحاول ترستق امورك، تمام. فبرضه خد بالك من حاجه، الكيس بتاعتي غير عنك، غيري في غيري بيجي لوحده، يا عيني بيبقى لوحده من غير اب وام وبتاع، بيجي لوحده هنا يتغرب، في غيري بيبقى مع اخوه واخوه بس، او هو واخته بس، او اصلا بيجوا مش لاقيين حد يجي لهم اسم على بيت، مش بيجوا مش لاقي حد اصلا يجيب له عربيه، ما تاخدش الكيس بتاعتي ان هي تمشي على كله، انا جاي بطريقه مختلفه في امريكا، انا عايش في حد استقبلنا في غيري يعني مش عنده كل المميزات دي، تمام، وهي مش مميزات انا بس، عشان عندنا ناس عايشه هنا هم اللي ظبطونا في الحاجات دي، تمام. فانا ليه بقول لك من 3 ل 5 سنين، 3 5 سنين دي ما
عقلك دوت ما تستعملش عليه ستريس، ما تضغطش نفسك وتقول بقى ايه ده انا لسه ده كان نفسي اشتري الحاجات دي. لا، انت اول 5 سنين دي يا باشا انت لسه بترستق امورك وحياتك الماديه اللي هو ايه، انت مش شحات، انت لسه بتعول. اصل انت في اول 5 سنين دي انت اللي بتصرفه، انت اللي بتقبضه بتصرفه في ايه بقى، في ايه، في عفشك، في حاجاتك، في عربيه عايز تجيبها، في جامعاتك، في اوراق بتخلصها، اوراق هنا هتعمل سوشيال، هتعمل جرين كارد، هتعمل بطاقتك، هتعمل رخصتك، هتعمل اكل وشرب ومش عارف ايه وجاز، كل ده بفلوس، مش امريكا ما بيدهمش هنا ببلاش. فتلاقي مرتباتك كلها رايحه في كده، ترخيصات مش عارف ايه، حاجات زي كده يعني. تمام. ايجار طبعا ايجار لسه ده اهم حاجه نسيتها، ايجارات بتروح على مرتباتك وكده في الاول. بعد كده خلاص بقى بتلاقي الامور ايه، بتبدا تستقر، انت عارف معاك ورقه وقلم مع اسرتك، بتشوف انت بتصرف كام في الشهر وكده. وده اللي احنا عملناه، بتشوف بنصرف كام في الشهر، فكل واحد هيدفع المبلغ الفلاني تمام، والباقي مرتبك ليك انت حر بيه بقى، تجيب بقى عربيه منه قسط، ما تجيبش عربيه منه قسط، انت حر. تمام. وده اللي احنا عملناه. فدي قصه الحياه بتاعتي، ازاي سافرت امريكا وخدت الخطوات دي كده بالترتيب لحد ما انا الحمد لله النهارده يعني يعني حاسس ان انا دي انا لسه بقالي 4 سنين ونص يعني. تمام. حاسس ان انا الحمد لله بدانا ايه يعني مش نشم نفسنا ان احنا اغنياء، بس نشم نفسنا اللي هو ايه، خلاص بدانا بقى ايه، ان احنا كده بقى وضعنا نفس الوضع اللي احنا عايشين فيه في مصر يعني عفش وكل حاجه تمام، عربيات كمان، مش عارف مدارس تمام، فاهمني؟ ما انت هي دي البوينت اللي عايز اتكلم فيها في الفيديو كله، ان انت لما بتبقى جاي من مصر تمام بيبقى عندك شقتك عادي وبيتك عربيتك مثلا بجامعتك مش عارف ايه وبتاع. انت لما تيجي هنا امريكا او ما بتيجي اول 4 5 سنين دول بيبقوا صعبين ليه؟ عشان انت لسه اصلا ما عندكش القواعد دي، ما عندكش البيزك دي، الاساسيات اللي هي المدارس، الاكل والشرب، البيت، العربيه، الاكل، الكراسي، العفش، الاساسيات دي اصلا مش موجوده عندك. فانت في خلال الثلاث 4 5 سنين دول انت بتبني في ده الاول اللي هو اصلا كان اوريدي عندك في مصر، بس انت تبني فيه عشان انت عايز تعيش في حياه احسن من كده شويه يعني. فانت بتقول ايه، انا ببني ده الاول، وبعد ما بتبني بقى القاعده دي كلها بتبتدي بقى ايه تحقق طموحاتك. تمام. اترقى في شغلي، اخلص جامعتي عشان اشتغل بمرتب كويس، اسافر، اروح هنا اجي هنا، احوش فلوس، انا كشخص مثلا اتجوز بقى وعندي بيت تاني، اختي تتجوز واخويا التاني يتجوز مش عارف ايه، ونبقى عاملين اسره في امريكا، ونبقى كلنا بنينا اسره في امريكا وعشنا هنا كلنا. فهمتني؟ فدي بتبقى عقليات يعني. تمام. ده مش معناه ان انت في الخمس سنين دي مش هتخرج مش هتتفسح، لا تخرج تتفسح، هتنبسط وتعيش حياتك كمان، وهتاكل اكل كويس، وهتشتغل شغل برده كويس. بس اقصد ان هو ايه، اول 5 سنين دول هم ال5 سنين اللي انت بتحاول تيجي رستق فيهم امورك. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تمام. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب عشان احنا قربنا هنوصل 10000 سبسكرايب. تمام. فاعمل لايك سبسكرايب وتكتب تحت في الكومنت انت عايز الفيديو الجاي يبقى عن ايه. تمام. وانا بفكر الفيديو الجاي اعمل لكم فيه عن الضرايب عشان وعدتكم ان انا عايز اتكلم فيه عن الضرايب. Thank you guys. I'll see you guys next vlog.